كنت النهارده عايز اكلمكم عن الامل. انا دلوقتي رايح الشغل عشان أنا دلوقتي في الباص، تمام، ورايح الشغل في مكان مطعم بتاع فراخ، اليونيفورم بتاعه. و الفيديو ده أنا كنت المفروض اعمله من اسبوع بس، وانا بعمله ما كنتش عارف هتكلم على ايه. يعني اقول لهم اللي انا مثلا فاشل ودلوقتي بروح اشتغل عشان ما وصلتش لاهدافي، بس دي مش الحقيقه. يعني اللي هو الحقيقه اللي انا من شهر كده دلوقتي ما بقاش معايا فلوس ان انا اجري البيزنس بتاعي، واضطريت ان انا اروح ادور على شغل عشان اصرف على نفسي واصرف على بيزنس. وانا هدفي على اخر السنه ان انا اصرف على نفسي بالكامل. يعني دلوقتي لسه عايش مع اهلي ومعايا فلوس الحمد لله دلوقتي انا اصرف على البيزنس، يعني عشان عملت سايننج الكلاينت بتاعي ومش عارف ايه، وجبت نتائج ليه. بس هو خسرت الامل. يعني دايما يجي لي اوقات كده انا ما بقاش عندي امل في نفسي، ما بقاش عندي امل الحياه تتحسن خالص. والفيديو ده سببه اللي هو يديك امل. فاول حاجه، اول بوينت هيبقى فيه تو بوينتس. اول بوينت المسؤوليه، لازم تبقى شايف ان انت مسؤول عن حياتك. يعني انا ممكن انا نسيت الحته دي. انا ما كنتش شايف ان انا مسؤول عن حتت من حياتي. يعني انا كنت ممكن اعمل الاكاونتنج بتاع البيزنس بتاعي، كنت اشوف انا الفلوس دي هتكفيني قد ايه وفعلا احسب الحاجات دي، وبقينا اشتغل من قبل كده عشان ما يبقاش في البوزيشن ده هنا دلوقتي النهارده. و لما بتحس الاحساس ده اللي انت، يعني انا ما كنتش مثلا مش مركز، انا كنت مركز جدا في حياتي ومش بتدلع وبشتغل على بيزنس بس الحياه ورتني اللي هو البلان بتاعتي. يعني انا كنت عندي البلان بتاعتي ان انا اعمل $5000 في الشهر اخر 2025، من 5000 ل 10000 كمان. دلوقتي ما بعملش الرقم ده. و لما عرفت ان انا مش في البوزيشن ده، او مثلا ايه بقى، يعني اكشلي فهمت ان انا بعيد جدا عن البوزيشن ده، الامل في حياتي قل شويه. بقيت حاسس ان عندي اكتئاب، وده طبيعي لو انت عندك اهداف كبيره. يعني انا هدفي اعمل فلوس وانا في سن صغير جدا، وانا قاعد في كندا، وابقى عندي ملايين من السبسكرايبرز. دي مسؤوليه، دي حاجه صعبه، بس لازم ابقى حاسس ان انا مسؤول 100% عن حياتي وقراراتي. يعني اصل هو مين هيساعدني؟ مفيش حد هيديني الفلوس اللي انا عايزها، مفيش حد هيديني السبسكرايبرز اللي انا عايزها، مفيش حد هيديني اي حاجه. literally انا اللي هعمل كل ده بنفسي ومجهودي و... وشطارتي. مفيش حد هيجي يساعدني. no one is coming to save you او save me. فدايما يبقى دايما يبقى عندك احساس بالمسؤوليه، واي حاجه انت كده بتفكر فيها دلوقتي انت حاسس ان انت مش مسؤول عنها، انت مش سبب فيها. ممكن انت مش سبب في حاجات كتير، ممكن انت مش سبب اللي انت مثلا، لو انت مثلا اهلك مثلا مش سبورتيف مثلا، ده مش سببك، ده مش مسؤوليتك. بس الرياكشن بتاعك للموضوع ده هو اللي هو اللي هيقرر انت مسؤول. طب ماشي، انا دلوقتي ما عنديش مثلا اصحاب مثلا كويسين، طب انا هعمل ايه؟ هبقى عايش حياتي هعيش حياتي كلها من غير اصحاب كويسين، ولا هروح ادور على اصحاب كويسين؟ انا دلوقتي جسمي مش كويس، هل السبب هو مامتي وبابايا ما كانوش بياكلوني كويس وانا صغير وكانوا بياكلوني كل حاجه، ولا انا هبتدي اروح الجيم وابقى مسؤول عن حياتي؟ ف دايما تبقى حاسس كده ان انت مسؤول، عشان انت لو انت حاسس ان انت مسؤول هتعرف تغير من حياتك. بس انت لو حاسس ان انت كده زي ايه، زي السفينه الصغيره اللي في الموج الكبير، اللي انت الحياه هي اللي بتوديك يمين شمال فوق تحت، ما ينفعش يبقى عندك امل. يعني الوحيد اللي هو ممكن يغير حياته هو اللي فاكر عنده. يعني انت الوحيد اللي ممكن تغير حياتك، بس انت لو حاسس ما عندكش مسؤوليه عن حياتك مش هيبقى عندك امل. وانا دايما محتاج افكر نفسي بالبوينت ده. تاني نقطه، الاختيار. انت بتختار كل لحظه. انت بتعمل ايه، بترياكت ازاي للمواضيع. يعني انا اخترت، حتى لو كنت حاسس بنيجاتيفيتي كتيره جدا وحاسس ان انا زعلان، اخترت ان انا اروح اشتغل واعمل فلوس واخد خطوه لورا عشان اخد خطوات قدام بعد كده. ما اخترتش اللي انا ابقى قاعد. اكيد كنت زعلان، يعني 100% كنت زعلان جدا و... وانا بروح ابلاي للجوبز دي واديهم الريزومي بتاعي واعمل انترفيو كنت زعلان. بس اخترت ان انا ما خليهاش توقفني عن حلمي. وكان في واحد اسمه فيكتور اي فرانكل كده كتب كتاب مشهور جدا اسمه مان سيرش فور مينينج. هو كان في الحرب العالميه الثانيه، ودوه كامب كده، الالمان ودوه كامب اللي هم بيعذبوهم ويحطوهم في يحرقوهم وكده.
فهو كان في الكامب ده، ما اختارش اللي هو يبقى في الكامب ده. هو في الكتاب بتاعه قال اللي هو اخر فريدم بتاع بني ادم هو فريدم بتاع الاختيار، فريدم اوف تشويس، ان انت تختار انت ترياكت اي حاجه في حياتك ازاي. وده دلوقتي حاجه حاططها في دماغي، انا مش بختار كل حاجه بتحصل لي، بس ممكن اختار كل حاجه انا اعملها. لما حاجه وحشه تحصل لي انا ممكن اعمل ايه. وده بيديني شويه قوه. يعني انا دلوقتي مسؤول عن حياتي 100%، ومسؤول عن اختياراتي. مفيش حد هيجي يساعدني، مفيش حد هيقول لي انت صح ولا غلط. انا لو عملت اخطاء زي الخطا اللي انا عملته، او ده ممكن مش خطا، بس برضه مش responsibility بتاعت حد غير نفسي. مفيش حد هيجي يصلح لي حياتي. وده مديني امل في حياتي. يعني دلوقتي اكشلي عندي امل، واقدر ان انا يعني ادي نفسي فرصه ان انا اشتغل اجمد واجمد. الامل مهم، ولازم يبقى عندك امل ان انت هتعيش الحياه اللي انت عايزها يوم من الايام. يعني انا مش هبطل لغايه لما اعيش الحياه اللي انا عايزها. ما اقدرش اتخيل نفسي كل يوم بركب الباص، كل يوم بشتغل بالساعه وبتعلم في جامعه. يعني ما تخيلش نفسي الموضوع ده. لو تخيلته بيوجع. انا عايز اعيش حياه ابقى غني جدا، ابقى عندي ملايين من السبسكرايبرز، ابقى اعلم ناس lessons مهمه، اعمل بروجرام اسمه مدرسه دوت كوم. مفيش حد يشتري الاسم ده عشان انا هشتريه لما يبقى معايا فلوس. واكشلي اعلم الناس اللي قدنا حاجات اللي هتفيدهم في حياتهم، ازاي يعملوا قرارات صح، ازاي يبقوا ديسبليند، ازاي يفكروا، ازاي يعملوا كريتيكال ثينكينج، ازاي يبتدوا يعملوا فلوس من سن صغير. عشان كل الحاجات دي هي المهمه، مش الجغرافيا والفيزياء. الحاجات دي مش هتساعدك في حياتك. ف يبقى عندك امل ازاي؟ يبقى مسؤول عن حياتك، ودايما تبقى شايف اختيار. ولو مش شايف اختيار، دي اخر حاجه اقولها، خد خطوه لورا. خد يوم ما تعملش اي حاجه، روح اتمشى 5 ساعات، وهتبتدي تشوف الاختيارات بتاعتك اللي قدامك. عشان دايما في تشويس احسن من اللي انت بتعمله دلوقتي. اللي انت ما تعملش حاجه ده تشويس، اللي انت ترجع لورا ده تشويس، اللي انت اتليست ماشي حياتك كده كده وحشه تمام، طب اتليست تعمل الحاجه اللي هي ممكن تساعدك تحسن حياتك. يعني لازم تشوف اللي انت عندك اختيار دايما عندك، افتكر كده. وده فيديو بتاع النهارده. دلوقتي بقى انا رايح اشتغل ال6 ساعات بتوعي. يلا باي.